مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جنان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة ايد بتعدي وايد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق. ونكتة ضحكت من القلب. وحمص الشام عالكورنيش. وخد طبق فول ورغيف عيش. وقعد وغمس هنا على جنب راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان. في ناس مختلفة في الألوان. لكن نفس الطباع بالظبط. وفكرة يبقى قاعد شيخ في تشقيق وشه تقرا تاريخ. بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال وياخدوا الضرب قبلينا. ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف 100 سنة. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيه يا مصر ما يخطرش على بال حد. أعزائي المشاهدين، نحييكم من بين أرباع الدلتا ونتجه إلى محافظة الدقهلية ولقاءات خاصة وحصرية داخل مركز المنصورة وما يقدم للمواطن تحت عنوان حياة كريمة. فهي معنا وهذه الحلقة الجديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية قناة مصر السادسة التلفزيون المصري. خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية. خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية. ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية. الأستاذة آمل أحمد الشحات نائب رئيس مركز المنصورة، قيادة نسائية متميزة في محافظة الدقهلية. أنا يا فندم كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب، أهلا بيك، شرفت المنصورة. حضرتك قيادة متميزة، اشتغلت في أكتر من مركز وقدمت خدمات جليلة، يمكن أشهرها كان مركز شربين. كان لك علاقة كبيرة قوي بالتنسيق لحياة كريمة، ده موضوع كبير وكان موضوع عظيم. بعد كده رحت مركز بالقاس، بعد كده جيت مركز المنصورة. قولي لي كده ايه القطاعات او الملفات اللي انت مسؤولة عنها داخل مركز المنصورة؟ أنا مسؤولة عن ملف التصالح وملف الأملاك، أملاك الدولة، والإشراف على المركز التكنولوجي، الإشراف على الإدارة الهندسية. قولي لي لو بدأنا بالمركز التكنولوجي، الإشراف ده شكله ايه؟ إشراف على استلام الطلبات عامة. المركز التكنولوجي حضرتك عارف إن هو بيستلم الطلبات هو بيخدم المواطن عامة وبيفصل الخدمة عن متلقي الخدمة. طبعا ده الغرض من المراكز التكنولوجية عامة. المركز هو البوابة بتاعتنا، كل تعاملنا مع المواطن من خلال المركز التكنولوجي. وطبعا احنا كلنا يعني مسخرين لخدمة المواطن. فطبعا ده من اهم الادارات طبعا اللي انشأت مؤخرا لخدمة المواطنين. فطبعا المركز التكنولوجي بيستقبل جميع طلبات المواطنين، سواء طلبات تخص الإدارة الهندسية بجميع أقسامها. الملف التصالح طبعا، وده من الملف الأول بالنسبة لنا طبعا. فهو طبعا احنا طبعا كلنا حريصين على خدمة المواطن. فالمركز التكنولوجي يعني مش عارفة أقول لك، يعني ده بالنسبة لنا يعني هو احتكاكنا الأول بالمواطن. مع وجود حضرتك في مركز ومدينة شربين واختيار شربين كمرحلة أولى لحياة كريمة على مستوى محافظة الدقهلية، كنت مسؤولة أو منسق حياة كريمة هنا. طبعا كان جابت لك خبرات كتير،
احتكيت بجميع القطاعات وتنفيذها على أرض الواقع والتطبيق. اللي النهاردة شربين جنة في قطاعاتها، في الخدمات اللي اتقدمت، في المشروعات اللي الدولة عملتها، ما يقرب من 5 مليار جنيه لشربين بس. قولي لي أفكارك الجميلة دي من خلال كمنسق لحياة كريمة، وإن أنت تقدمي خدمات متميزة للمواطنين، نقلتها معاك إزاي في بالقاس وهنا في مركز المنصورة عشان تقدمي الخدمات دي للمواطن؟ اولا انا شرفت جدا جدا بان كنت منسق عام حياه كريمه في شربين. ده بالنسبه لي انا بعتبره شرف لي ان اشتغلت في المبادره الرئاسيه. بالنسبه لي طبعا هي طبعا اثقلتني كتير كتير، لان انا احتكيت بجميع القطاعات، منهم كل حاجه، الهيئه الهندسيه وغيره وغيره، وقطاعات المرافق وكل الكلام دون. طبعا ما اقدرش انكر ديا، وشرف لي ان انا اشتغلت فيها. برضو لما اتنقلت مركز بالقاس، طبعا بالقاس داخله مرحله تانية في حياه كريمه، برضو اشتغلت في الملف وكنت منسق برضو للملف. بالنسبه لي شغلي في شربين فادني طبعا نقلت خبره كبيره. كنت طبعا كل الجهاز اللي معايا طبعا انا كنت بنقل لهم شغلي ازاي انا اشتغلت هناك، ونقلت لهم ازاي خبراتنا هناك. اتعلمت كتير بصراحه. الملف ده علمني كتير، ملف حياة كريمة بالذات، يعني أنا بعتبره من أهم الملفات اللي أنا اشتغلت فيها. مركز المنصورة مركز كبير، 11 وحدة محلية، عندك ما يقرب من 145 قرية عزبة وتاب. الدولة بتأكد ان انا بتعامل مع المواطن حياة كريمة، لان حياة كريمة دي افرع كتير. عندي شغل تنموي، عندي حتى لقاء مع المواطن، بنية تحتية او غير المشاريع، يعني في برضه لفكر الانسان وان انا انميه، يكون عنده تطلع، يكون عنده استثمار، يكون عنده مشاريع، يعني تنوع في حياة كريمة. وليه لي الافكار دي بقى دي عايزين نطبقها بتوسع اكتر او بافكار متعمقة اكتر عشان نعمل حياة كريمة اعلى في النمط لاهالي مركز المنصورة. ممكن نعمل ايه؟ هو اهم حاجه طبعا انا شايفاها اهم فرع يعني نشتغل فيه في حياه كريمه عامه لخدمه المواطن، هي طبعا البنيه التحتيه. دي اهم شيء. بالنسبه لهنا انا شايفه هنا مركز المنصوره في هنا قرى منتجه زي مثلا سلمون من ضمن الايوه طبعا، فهنا قرى منتجه، فده هتبقى حاجه كويسه. زي ما احنا اشتغلنا، لو حضرتك فاكر وكنت معانا في الحصص مثلا، كانت طبعا داخله في مسابقه القريه الخضراء، بقت مدينه فعلا. فطبعا دي فطبعا فرقت كتير. فانا شايفه هنا يعني انا نزلت القرى هنا بقى، انا شايفه هنا ان القرى يعني يمكن اكثر حظا من لان في هنا قرى منتجه كتير، فدي هتبقى بالنسبه لهم في حياه كريمه هتبقى العمليه اسهل شويه عن قرى مركز شربين. الحقيقه المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز المنصوره وانا بتكلم معاه قال لي ان احنا كان عندنا لجنه قريب جدا من المحافظه، كان فيها اللي هو اللجنه الخاصه بالقطاع الاقتصادي والمشاريع وكده، ان احنا بندور على اماكن استثماريه على مستوى القرى. وكان مركز المنصوره يعني له سبق في ده، ان احنا عندنا قرى كتير مش قرى يمكن قرى تابعه للوحدات المحليه، ان احنا نعمل مشاريع جديده فعلا نقدر نعمل فيها مشاريع. وفعلا لجنه نزلت على الارض على ارض الواقع وشافت الاراضي دي. عندنا فعلا هنا مساحات من الاراضي كويسه، ما يقرب اكتر من 61 ارض فضاء هنا في قطعه ارض فضاء املاك دوله. فطبعا دي هتسهل موضوع الاستثمار ده جدا وهتخدم القرى، فده برضه هيخدمنا لو ان المركز المنصوره دخل في مرحله حياه كريمه برضه. تخدم الارض الفضاء. عارف ان احنا عشنا ازاي في تدبير موضوع تدبير الاراضي الاراضي الفضاء بالنسبه لمركز شربين. حضرتك المركز التكنولوجي له علاقه وثيقه بالاداره الهندسيه، انت بتشرف على ده وبتشرف على ده. المواطن بيجي بيقدم الطلب عندك في المركز، بياخد رقم، ندخل جوه بقى للموظف اللي هيشتغل عليه ويرد. قولي لي لمتابعتك بقى بعد التلقي ودخول الطلب للمركز التكنولوجي، وبعد كده هنروح بقى للفن المتخصص او المهندس اذا كان شغله في التنظيم او بتتابعيه ازاي بقى بصفتك نائب رئيس مركز المنصورة؟ الطلب له دورته، بياخد دورته من الشباك للمكاتب الخلفيه، وبعد اللي هو مشغل الاداره، وبعدين بيطلع فوق في الاداره. طبعا بياخد مرحلته، سواء لو كان هو مقدم
على معاينات بتبقى عن طريق المركز التكنولوجي، مقدم على رخص اشغالات ده عن طريق المركز التكنولوجي. الرخص طبعا رخص البنى طبعا حضرتك عارف طبعا ده عن طريق المركز التكنولوجي. كل حاجه بتاخد الدوره بتاعتها. لازم طبعا بنتابع من خلال ان ما يبقاش عندنا اصلا متاخرات، لان المتاخرات دي ان يقف الطلب ياخد وقته وما يتعداش الوقت، بحيث ان هو ما يبقاش واقف عندنا متاخرات، وفي نفس الوقت ما عديش الوقت القانوني بتاعه. في تميز كبير عندنا في مركز المنصورة، ان فوجئنا ان انتوا زيرو حل مشاكل. يعني الناس بتقدم المشكله تردوا عليها على الفور، اذا كانت جايه من المحافظه او كانت جايه من مجلس الوزراء. الجهاز المعاون لرئيس المركز بيتحرك على الفور ويجهز الداتا والمعلومات. انا ارجع للاستاذ محمد عباية رئيس المركز. بصراحه هو قياده ما شاء الله عليه، يعني ده السهل الممتنع. يعني بصراحه من الناس اللي هي لا بتتابع كل صغيره وكبيره بنفسها. فده هو ده اصل لو ما كانتش القياده هي اللي واخده بالها من الحاجات دي، او ان هو يعني الشكوى او الكلام ده رايحه فين وجايه منين، فاحنا على طول هو متابع. المتابعه مهمه جدا يعني في اي قيادي، هي المتابعه. اصل حضرتك حكايه انا كموظف اقل مثلا تحت سلطاته او كلام من ده، هو عارف هو هيعمل ايه، بس ينقصه المتابعه الجاده. فدي حاجه فعلا بصراحه بتتحقق في الاستاذ محمد، يعني بدون مجامله بصراحه. الاستاذه امل احمد الشحات نائب رئيس مركز المنصورة، ونشكرك ونتمنى لك التميز في خبراتك الطويله في حياه كريمه على مستوى مراكز الدقهليه. الله يخليك، شكرا لحضرتك، اتشرفت بيك. شكرا. يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشقنا. يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا من دهبك لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، من دهبك لبسني العقد حبيبي، من نيلك سقاني الشهد حبيبي، من قمحك وكلني اللقمة حبيبي، من صبرك علمني الحكمة حبيبي. يا مصر يا أمنا يا مصر يا أرضنا يا مصر يا حبنا يا مصر يا عشقنا. دكتورة عبير حامد نائب رئيس مركز المنصورة، قيادة نسائية متميزة. أنا دكتور كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب. قولي لي أنت مسؤولة عن وحدات إيه في مركز المنصورة؟ أنا ماسكة خط طناح، بداية من وحدة برق العز 100 علي طناح، بالإضافة لوحدة كوم الدربي على طريق السنبلاوين. هنبدأ بطناح. في منطقة طناح يمكن انت تابعك من الجراح، تابعك متلوزة، بعد كده يمكن في بعض العزب التوابع عندك البيبي والظائل وما شاء الله ورزق الله من القرى الصغيرة او العزب اللي محتاجة خدمات او متابعة، رغم ان الدولة عملت هناك رصف متميز. قولي لي الجزئية دي او المكان ده بتهتم بيه تنفيذيا ازاي؟ القرى الصغيرة والعزب الصغيرة احنا بنعمل متابعة مستمرة سواء بقى فرون سواء جمعيات، كل حاجة نقدر نتابع بها مع القرى الصغيرة. بالنسبة لطناح نفسها بقى احنا بنعمل شغالين دلوقتي على تحسين الرؤية البصرية، ده بعد تعليمات معالي الوزير المحافظ والرئيس طبعا. فبنجدد جنينة طناح او بنعملها تجميل شامل اللي هي على البحر بالظبط كده، اعادة تجميل المسجد من جنب المسجد بالظبط كده. فبنعيد تجميلها طبعا، ده بعد تعليمات معالي الوزير المحافظ. ان شاء الله في خلال اسبوعين هتبقى كملت. طناح كواحدة محلية كبيرة عندي على الطريق دلوقتي بقى. طيب طريق سريع، عندي موقف ميكروباص كبير وعامل مشاكل كتير وحوادث في المنطقة دي، انتوا كتنفيذيين بتتدخلوا؟ ده يعني في مشاكل برضه في الدخول والخروج لانه واقفين على الكوبري. انتوا فين في الجزئية دي او ايه اللي في دماغكم مستقبلا؟ في الجزئية دي في حد من اهل طناح دلوقتي مقدم عرض او صورة ان احنا هننقل موقف طناح لجوه البلد بعيد عن الدخلة دي خالص ان شاء الله. هل في مكان فاضي جوه؟ في مكان مقترح
يعني الدخله هتكون على الكوبري التاني بقى عند المعهد الديني ولا منين؟ لسه احنا الموضوع بيتدرس، وبعد ما يبقى اوكي تمام خلاص يتنفذ ان شاء الله. في ميزه يمكن واحنا بنتكلم عن الوحده المحليه بطناح ان معاهد دينيه كتير اهتمام بالتعليم بتحفظ القران، واحنا كدوله من خلال الاداره المحليه بنهتم بالتوعيه في جميع المجالات. انا عايز اعمل حياه كريمه للمواطن حتى تعليميا، ان اعمل له ندوات، اعمل له لقاء. الجزئيه دي بتهتم بها ازاي بقى؟ لان الثقافه والفكر في الاقليم ده او في الوحده المحليه لها خصوصيه. الوحدة المحلية في طناح دايما بتعمل فيها ندوات توعوية سواء دينية أو في المجالات كلها، فالنقطة دي في الوحدة مركز عليها جدا. نروح الوحدة المحلية بمتعالي. أنا طالع من طناح، عندي بقى في جنبها جنب متعالي دي أبو عوام، عندي بالدين شبرا بالدين، عندي متعالي في ظهر متعالي الملحة والصنط وفريد وكل دي قرى تبع المتعالي. قولي لي برضه ازاي بتهتم بالمجمع القروي ده، لأن برضه لها خصوصية وقربه لمدينة المنصورة. وحدة متعالي الحمد لله من الوحدات الهادية في كل حاجة، سواء الحمد لله الدنيا مستقرة فيها من ناحية النظافة من ناحية التعديات الكل، فاحنا بنشتغل على ايه اللي يطلبه المواطن بقى او ايه اللي ناقص المواطن. الحمد لله اي شكوى بتتحل في وقتها. في ميزة في الوحدة المحلية بمتعالي، يمكن على الطريق مباشرة المستشفى اللي هناك، مستشفى صحة المرأة الرعاية الأساسية. مبنى كبير ولكنه لا يعمل، مبنى كبير محتاج استكمال. هل عملتوا مذكرة؟ هل تابعتوا مع وزارة الصحة في القصة دي؟ لأن الحقيقة احنا بننزل هناك بشغل ميداني تلفزيوني، والناس نفسها ان المستشفى يستكمل او حتى يتعمل مركزي به او نستفاد منه بأي حاجة متخصصة. فدي فكرة برضه كحياة كريمة للمواطن وانت حضرتك مسؤول عنها. هل ما فكرتش في ده وعملت مذكرة للسيد رئيس المركز ان يرفعها لمعالي وزير المحافظة؟ احنا جالنا مذكرتين، مذكرة بتاعة الوحدة الصحية في كوم الدربي ومذكرة بيت علي، والاثنين تم رفعهم من زمان، لسه مستنيين رد الوزارة. الوحدة المحلية بمتعالي بكراها ان يعني من خلال بقى التوعية عندكم ان احنا بنفاجئ دايما ان السوق الاسبوعي للكرة اللي على الطريق بيبقى يوم صعب. الناس والمرور عندك متعالي او القرى اللي قبلها، يمكن وانا جاي من طناح عندنا يعني الكوم والخليج بالذات. الكوم والخليج احنا بقالنا حوالي من بداية عهد الاستاذ محمد عبد الباقي في يوم السوق دايما الوحدة المحلية باسم الاشغالات موجود. فحضرتك لو الفترة دي عديت هتلاقي سوق الخليج وسوق بني مراس كله ما عادش على الكوبري، دخل جوه الطريق بقى فاضي تمام، ما عادش عامل اي عائق في المرور. قولي لي الاقليم ده، انت حضرتك اصلا دكتور بيطري، انا عندي خلفيه بيطريه. احنا الدوله مهتمه برضو من خلال حياه كريمه ان انا انمي الثروه الحيوانيه، ان انا عندي ربي ربنا يشجعهم. وفعلا الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومديريه الطب البيطري الداخليه تحصينات على مستوى العام. خبرتك بقى وتخصصك الاصلي وانت بتشتغلي في الاداره المحليه، ازاي نستفاد منك في تخصصك في الوحدات المحليه بتشرفي عليها عشان انمي الثروه الحيوانيه؟ لجان التحصين احنا يعني الناس متابعه معانا كويس جدا، ففي اللجان الرسميه للتحصين مع الطب البيطري عاملين شغل كويس. كان في عندنا وحده بيطريه برضو ساعدنا ان احنا نعمل اعاده انشاء ليها، طبعا ده كله بالطرق القانونيه. فاي حاجه الطب البيطري بيحتاجها في النطاق ده احنا بنساعد على قد ما نقدر. مع جولاتك الميدانيه للوحدات المحليه التابعه ليك اذا كانت طناح او متعالي او غيرها، فممكن بتتجولوا في اطراف القريه، بتلاقي ناس بتربي مواشي كده في اماكن على الغيط، على راس الغيط او كلام من فلقيتي مثلا بالصدفه ان احد البهائم لها مشكله مرضيه، ده بقى شغلك، بتتصرف ازاي؟ لا بنوجه طبعا صاحب الحاله فورا للطب البيطري، الوحده البيطريه التابعه للمكان. مفيش امكانيه بكلم لهم الوحده يجي كشف خارجي، الدنيا بتبقى مستقره تماما. في حاله بقى لو في نافق بنعمل اللجنه بتاعتنا اللي مكونه من 7 جهات للتخلص الامن من النافق. حضرتك دكتوره بيطريه ونائب رئيس مركز المنصورة، والهدف الاساسي ان احنا خدمه المواطن وتقديم حياه كريمه له. من خلال جولاتك الميدانيه بتتفاجئي ان في بعض الذبح بيتم على برضه شاطئ الترعه دون الذهاب للسلخان. بتمر مرور الكرام ولا ممكن تاخد اجراء مع هذا الرجل؟ لا طبعا الاجراء بتاعنا احنا الذبح خارج السلخانه ده بتاع الطب البيطري، بالاضافه مع المتابعه بتاعتنا بالظبط كده، المتابعه بقى بتاع مجلس المدينه من اسم البيئه، وبنعمل محاضر كلها وبنوجه صاحب المكان الاهم انه يعرف الطريق السليم ايه، بنوجهه لاقرب مجزر ليه. فان شاء الله المشكله دي برضو بتتحل بسهوله.
هل هذا الإقليم محتاج بعض الأفكار التعليمية أو الأبنية التعليمية الجديدة تؤدي خدمة صح هنا؟ يعني خدمة تعليمية ناقصة، إذا كان في تعليم زراعي، إذا كان في تعليم صناعي، لأن كله بيجي المنصورة كمشوار عليه. هل أنت برضو لك مقترحات كده إن إحنا مع التنمية الفكرية والثقافية التعليمية إن إحنا عايزين نعمل حياة كريمة للمواطن في الإقليم ده؟ هل في أفكار إن أنا أعمل أو أنشئ مواقع تعليمية جديدة بأفكار جديدة خارج الصندوق تخدم الناس هناك؟ لا، هو التعليم الثانوي الصناعي او التعليم الفني عموما ما اتطرحش من اهل البلد او اهل اي قريه عندي ان هم محتاجين. احنا محتاجين نشتغل على المدارس الموجوده بقى، ان نحسن كفاءه الطلبه اللي طالعين. لا يعني مثلا انا اللي بيجي مدرسه الزراعه اذا كان تبع المنصوره بيجي المنصوره مثلا يعني، او ممكن يروح اقرب حاجه له يمكن مركز ذكرنس او بني عبيد. المدارس الصناعيه برضه هنا في المركزيه، انما ما فيش حاجه لها علاقه فنيه في المكان. فهل معقول كل البلاد دي من بدايه من النسيميه اللي تبعك وانت جايه ما مش محتاجين؟ محدش طلب خالص بصراحه من اهل البلد، ما تعرضش علينا الملف ده خالص. مفيش اي حد من اهل البلد جاء طلب تحسين الملف الثانوي الفني. الحقيقه من القرى الجميله والقرى المتميزه اللي تبعك، ولقينا فيها بقى مجتمع المدني شغال بقوه. قريه النسيميه معمول لك مدخل خرافي، مدخل ولا مدخل مدينه بطول يمكن 4 كيلو كمان، بعرض كبير. وليه النجاح ده والتميز ده؟ انتوا فين مع النجاح ده؟ والوحده المحليه عملت ايه عشان اطبق ده؟ لان احنا نفسنا ينتقل لقرى تانية. النجاح ده قامت بيه واحدة من أهالي البلد الدكتورة عبير، بالإضافة مع مساعدة ناس تانية من المجتمع المدني. احنا كنا بنشارك ان احنا يعني ايه الخطة، احنا معاكم، هما المجتمع المدني بيكلف واحنا راسمين الخطة طبعا كله بمساعدة الوحدة المحلية. احنا معاهم في الشغل خطوة بخطوة. اشرحي لي كده ووضحي لي اكتر، لان ده يعتبر انجاز مجتمع مدني والمشاركه التنفيذيه. سفل الطريق، مكوناته، طوله، عرضه، الكهرباء اللي فيه، الخدمات اللي بتتقدم. انت حتى عملت استراحات للناس. اتعمل استراحات، الطريق اتعمل كله رصف، ومن الجناب انترلوك ومن الجنب انترلوك. اتزرع فيه نخيل، اتحط فيه استراحات. 4 متر العرض، صح، في طول حوالي 4 كيلو. اتعمل استراحات، اتعمل يعني زي مدخل احسن مدينه دلوقتي. الناس بتطلع تقعد فيه في الصيف، واضاءه واتزرع نخيل. الناس بتطلع فيه الوقت كمصيف، يعني بيقعدوا بالليل بالظبط كده، بيقعدوا بالليل قاعدين يغيروا جو، فالدنيا حلوه هناك يعني. حتى كمان فوجئنا ان معمول لوحه كبيره قوي مضاءه كده شكلها جميل وراقي باسم القريه، قريه النسيميه ترحب بكم. بالظبط كده، ميزه جميله يعني. هو اللوح الاعلانيه اللي باسامي القرى دي في كل مداخل القرى. القريه دي اتعمل لها لوحه يمكن اعلى شويه باضاءه بمشاركه برضو المجتمع المدني. مع وجود قرى كثيره متعدده، ان عندنا المجتمع الريفي دلوقتي اللي بيربي مواشي لازم ان السباخ اللي خارج من الحظيره يتم ترحيله على الغيط على الارض، وده منتشر في قرى كتير. وانت حضرتك في جولاتك الميدانيه بتابعه السيد رئيس المركز، الجزئيه دي بتنبهوا ازاي الناس ان ما ينفعش ان احنا نجمع سباخ او مكان زي ده في مكان تجمع سكني او كلام من ده؟ بتعملوه في الجزئيه دي؟ الجزئيه دي معايا مسؤول البيئه في كل الوحدات، بينزل لو جالنا اي شكوى طبعا ما بنستناش، ومن غير شكوى هو بيلف. ففي حاله وجود اي تجمع في وقتها واحنا واقفين بنجيب صاحب المكان ينقل حاله. مع وجود اكتر من نائب في مجلس مدينة في رئاسة المركز هنا، الحقيقة انا عرفت بتشتغلوا بروح الفريق، ولو في حاجة طارئة مثلا في طناح وماش تبع زميل اخر بيتحرك على فور ويساعد. روح الفريق دي ايجابياتها شكلها ايه لصالح المواطن عشان نقدم له حياة كريمة؟ هو بصراحة الرئيس من أول ما جه يعني اتحطينا في لينك كلنا مع بعض. أنا مش موجودة، كنت في أجازة فترة، الدكتورة ريهام مضت مكاني، قعدت مكاني طبعا الأسبوع كله بتمارس مكاني الشغل كامل، مفيش أي تقصير. الأستاذ دسوقي أنا احتاجته في إزالة في أي حاجة بينزل معايا طبعا. الأستاذة كريمة في أي وقت عندي مشكلة في النظافة بستعين بيها في وقتها، ما بتتأخرش. فالحمد لله اللينك بينا كويس جدا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. تحيا مصر 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 تحيا مصر. أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر. أمي فنان هلي راسي، عقد لولي وسني باسل، قلب أخضر فيه مواسم.
مصر تحيا مصر. الأستاذة كريمة الصديق نائب رئيس مركز المنصورة، أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. اهلا وسهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ قولي لي إيه الملفات اللي سيادتك مسؤولة عنها نائب رئيس مدينة؟ انا ان شاء الله كده صدر لي تكليف من معالي الوزير ان انا اجي نائب رئيس مركز ومدينه المنصوره في شهر 6 اللي فات. فالاستاذ محمد عبد الباقي عمل لي تكليفات، مسؤوله اشراف كامل على الوحده المحليه بنقيتها وتوابعها ووش الحجر والحمله الميكانيكيه وملف البيئه والمخلفات الصلبه واللجنه الخماسيه. حضرتك مسؤولة عن كرة وحدات محلية. تمام. وقلت يمكن نقطة ديت ان النقطة دي يمكن فيها ميزة الأسر المنتجة أو المشاريع المنتجة. قرب لنا ايه موضوع المنتجة دي؟ في هناك مصانع ملابس جاهزة وفي مشاريع تانية وفي مصانع لتصنيع الجيلاتي وفي مصانع لتصنيع الأعلاف، في أنشطة اقتصادية كتير مختلفة. هل في القرية الأم بس عاصمة الوحدة المحلية ولا ممكن قرى توابع فيها الشغل ده؟ لا، في كرة توابع زي بلجيه فيها نفس الكلام، فيها يعني. مع وجود كان في فريق ولجنة مشكلة على مستوى المحافظة بتتجول في القرى ومنها رئاسة مركز المنصورة ان احنا بندور على الاماكن ان احنا ممكن نعمل فيها مشاريع استثمارية. نصيبك ايه من اللجنة دي وكان عندك اماكن وفرتيها؟ هو في اماكن كانت متوفرة ونزلت اللجنة وشافتها وبيدرسوا حاليا امكانية المشروعات اللي تتعمل فيها، يعني كل قطعة تناسب ايه. قولي لي، يعني الحقيقة انا معانا محافظات كتير، عندنا غربية ودمياط المنوفية وبنتجول في كل مكان كفر الشيخ. فالدقهلية فيها ميزة جميلة قوي ان السيد اللواء طارق مرزوق ان انا كل ما اروح مركز ومدينة الاقي العنصر النسائي موجود بقوة. يعني على سبيل المثال انا في رئاسة مركز المنصورة عندنا 4 نواب سيدات ورؤساء كرة. بتفسروا ده بايه؟ معالي الوزير بيدي المرأة حقها زي ما رئيس الجمهورية بيدي المرأة حقها. ايوه بس برضه المرأة، ايوه بس المرأة ما هي برضه شاطرة، يعني ما مش بنمكن وهي مش لا تستحق. يعني معالي الوزير مش هيختار اي حد ولا اي حاجة، يعني انتوا شطار يعني في شغلكم، يعني اشطر منكم مثلا؟ لا يعني انتوا بتتجولوا من العمل الميداني، عندك وحدات قرويه، شغلكم برضو مش بسيط ولا ايه؟ يا دكتور صلاح، المرأة طالما نزلت ميدان العمل واختارت ان هي تبقى قيادة لازم تنجح، لازم تنجح، يا اما بقى تقعد في البيت. قولي لي، مركز المنصورة له خصوصية شوية، انتوا مع العاصمة متداخلين في اكتر من موقع، حتى عندكم بعض التقسيمات متداخلة او متخمة لمدينة المنصورة، فالخصوصية ده في العمل التنفيذي بتنجحوا ازاي؟ مركز المنصورة يعتبر هو المداخل الرئيسية لكل محافظة الدقهلية، يعني من ناحية أجا نقيته مدخل، من ناحية نبرو المدخل، من ناحية سندوب مدخل، من على طريق شربين مدخل. يعني مركز المنصورة مداخل ومخارج مركز المنصورة كلها متمثلة في مركز ومدينة المنصورة. فالأستاذ محمد عبد الباقي عطلنا تعليمات يوميا، المكانس تطلع على الطرق والكباري، التركيز على النظافة، التركيز على المداخل عشان محافظة الدقهلية تبان بصورة جميلة، زي ما معالي الوزير بيعمل يوميا متواجد في الشارع، يوميا بنلاقيه في أماكن يمكن أماكن الناس ما تتوقعش إن هو ينزل فيها. ودي ميزة. قولي لي، أنت مشرفة على الحملة الميكانيكية. الحملة الميكانيكية برضو عندكم ميزة في رئاسة المركز إن الحمد لله ما عندكوش معدة واقفة. لو مشروع النظافة شغال كله شغال وبيأدي الخدمة. برضو ده شيء جميل في رئاسة المركز، أنتوا بتأدوا الخدمة على مدار ال 24 ساعة عشان نقدم بقى من خلال تحسين البيئة والنظافة إن إحنا بنعمل حياة كريمة إن المواطن يحافظ على صحته وبيئته. بس ده دعم من رئيس المركز بصراحة، لما بيعرف إن أي حاجة عطلانة ما بيستناش، ما بنتظرش، يعني فورا حالا مفيش حاجة تقعد، مفيش حاجة تقعد عطلانة، ما بتأخرش عننا في أي طلب بصراحة. المفروض الورديات النظافة دي أو شغلها مقسمينه إزاي أو شغل شكله إيه؟ إحنا عندنا 3 ورديات، صباحية وبتاع الفترة المسائية وليلية. مع اهتمام معالي الوزير المحافظ اللي هو طارق مرزوق بالجولات الميدانية عشان نشوف بنفسنا كتنفيذيين ان في قصور في مكان معين او مشكلة طارئة او حتى قبل ما تقع المشكلة، وانتم كنواب رئيس مركز المنصورة بتتحركوا في جولات ميدانية كل واحد في تخصصه او في الوحدة المحلية اللي تابعه. ازاي بتنجحي جولاتك الميدانية دي صح عشان تعملي تقرير صح بان في تقديم خدمات وان مفيش اي طلبات او مشاكل للمواطن؟
هو في مرور يومي، بنطلع الصبح مرور يومي على كل الاماكن اللي احنا مسؤولين عنها، بنشوف ايه النقاط اللي احنا هنشتغل عليها، يعني بنرصد ايه اللي هيتعمل النهارده، إيه المخالفه دي فين، المكان اللي عايز يتنظف النهارده إيه، وبننزل المعدات وبنشتغل وبنتابع اثناء الشغل وبعد الشغل، يعني عشان نتاكد ان اللي احنا عايزين نعمله اتعمل على اكمل وجه. ودي اتعلمناها من مع الوزير، بنزل المكان وبعد شويه برجع له تاني يشوف اللي الطلب يشوف اللي الطلب اتعمل ولا لا. مع اشرافك على بعض الوحدات المحليه، انت مع الراي اللي بيقول ان احنا كل فتره كده ان انا اجيب نائب مثلا كان ماسك محل الدمنه يشرف كمان شويه بقى على نقيطه، لا نروح بخط البرامون، يعني التنقل والتبدل عشان يبقى فيه متابعه اكتر، ولا ان انا يكون معايا 2 3 كده من الوحدات يكون ثابت معايا؟
وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طويلة هيأدي خدمات أحسن وأطول. هو معاليك احنا اتنقلنا في اكتر من مكان، يعني انا اشتغلت في شربين وحي غرب وحي شرق واجا ونبرو والمطرية ومركز المنصورة، في اماكن كتير. هو حسب خدنا خبرات، بس كل مكان له طبيعة خاصة بيه، وكل مكان له اسلوب في نظامه وشغله، يعني كل مكان بيختلف عن التاني، بس كل مكان بيضيف لي حاجة. الحقيقة برضو يمكن في ميزة كبيرة أنا شايفها في رئاسة مركز المنصورة، إن عندكم هنا الشغل العمل الجماعي. عندنا مكتب فني متميز، عندك سادة النواب زمايلك من المتميزين على مستوى المحافظة اشتغلوا في أكتر من مكان قبل كده وعندهم خبرات طويلة. عندنا رئيس مركز متميز برضو راح أكتر من مكان، فالخبرات دي برضو بتديني عمل عالي إن أنا هعمل حياة كريمة صح للمواطن، ويكون عندي رضاء للمواطن للخدمات المقدمة. الأستاذ محمد فيه ميزة، أنا دي تاني مرة أشتغل معاه، إن بيعمل فريق عمل دايما يقول، كنت معاه في حي غرب. إن دايما بيقول أنا ما بنجحش لوحدي، فريق عمل. وعلى فكرة يعني إحنا بالنسبة لنا هو كلنا واحد، يعني لو أنا عندي ظرف أو مش موجودة، الدكتورة عبير تنزل مكاني، الدكتورة ريهام تنزل، الأستاذ دسوقي، كلنا واحد. مفيش حاجة اسمها واحد مسؤول عن حاجة والتاني لأ، كلنا بنكمل بعض. والحتة دي بصراحة يعني مخلينا كلنا الحمد لله مرتاحين. مواطن له طلبات، بيقدم لك طلب، انت مثلا قابلك بالصدفه انت تابع مجلس مدينه مركز المنصوره، فانا ليا طلب وانا ليا شكوى او ليا مظلمه او ليا موضوع في قريتي، في نظافه، في تجميل مكان، حاجه توعويه، انا بدعيكم ان انتوا تروحوا ندوه معينه من عشان تعمل لي حياه كريمه الفكري لثقافتي داخل المكان اللي انا فيه. الجزئيه دي بتهتموا بها ازاي كفريق مع بعض داخل مركز المنصوره؟ اي طلب بيطلبه المواطن انا بعرض على السيد رئيس المركز، وهو بصراحه متاخرش، هو بيقول لي اعملوا اشتغلوا، انا معاكم واعملوا واعرضوا عليا انت عملتوا ايه، واعملوا برؤيتكم اللي انت عايزين تشتغلوا بيها. يعني هو ما بيفرضش علينا رؤيه معينه، يقول لي انت اللي في المكان وانت عارفه المكان محتاج ايه وتصرفي فيه ازاي، اعملي اللي انت عايزاه، اهم حاجه توصلي للنتيجه المطلوبه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا. ابني وتزود من نمت
الأستاذ الدسوقي حماد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، قيادة تنفيذية متميزة في محافظة الدهلية. أهلا بحضرتك وسهلا حضرتك. يا دكتور صلاح، ازي حضرتك؟ شرفتنا وانت والاستاف الجميل بتاعك ده في مركز ولاية المنصورة في عاصمة الدهلية. يعني حضرتك مركز المنصورة 5 نواب وكل نائب مسؤول عن قطاعات معينة داخل رئاسة المركز. حضرتك مسؤول عن ايه داخل المركز؟ الحقيقة أنا أول ما شرفت بتكليف معالي السيد وزير المحافظ يوم 15/4 نائب رئيس مركز ولاية المنصورة الأستاذ محمد عباية رئيس المركز نجح إنه يعمل فريق عمل متكامل، فعارف كل واحد فينا قدراته إيه، فاداني جزئية إن أنا أشرف فوضني في جميع سلطاته في 5 وحدات محلية، زائد مسؤول عن إزالة التعديات في مركز ولاية المنصورة. الوحدات المحلية، الوحدة المحلية مدينة محل الدمنة، الوحدة المحلية بشهى، الوحدة المحلية بشهى، الوحدة المحلية بدوي، والوحدة المحلية بالبرامون. الوحدات المحلية دي من الوحدات المحلية المتميزة. الدولة مهتمة ومعالي الوزير المحافظ اللي هو طارق مرزوق، يمكن في لجنة استثمارية كانت بتتجول على القرى على مستوى الدقهلية ومنها مركز المنصورة، وكان في أكتر من قرية في شغل هيبقى في استثمار قادم. كيف ترى الاستثمار والمشاريع المستقبلية على مستوى الوحدات التابعة لك داخل المركز؟ والله احنا توجيهات القيادة السياسية وتوجيهات السيد وزير المحافظ اللي هو طارق ان احنا اصلا اساسا شغلتنا خدمة المواطن وتلبية رغباته وتلبية احتياجاته الاساسية. ضمن موضوع حياة كريمة. فاحنا كلنا اصلا اول ما جينا هنا محمد عباية عمل لنا خطة، قال يا جماعة شوفوا مقترحاتكم ايه ان احنا لو دخلنا حياة كريمة هنعمل ايه. فكانت من الاساسيات الموضوع عندنا في اراضي غير مستغلة عندنا في الوحدات المحلية، بدأنا في حصرها، بدأنا نعرف اللي هو المجتمع المدني انتوا عايزين تعملوا فيها ايه وانتوا ناقصكم فيها ايه. فكان عندنا قطع موجودة مثلا على سبيل المثال في قرية شهى في الوحدة المحلية بشهى، ان شاء الله هنعملها مشروع تطوير ان شاء الله، سوق حضاري هناك باذن الله. دي اللي شفناه في شهى. ده اللي تبع حضرتك يعني. طب حضرتك مسؤول موجة الإزالات اللي بيصدر لها قرارات كل فترة من الوزارة، وده موضوع كبير يمكن على مستوى المراكز والمدن والمحافظة بتبقى مهتمة بيه. بتنجح الجزئية الموجة دي ازاي، وايه الجهات المعنية اللي بتساعدك داخل رئاسة المركز؟ والله حضرتك احنا حضرتك في مجلس مدينة المنصورة الموجة 26 وحاليا وقت بننفذ الموجة 27. الموجة الإزالات التعديات على أرض أملاك الدولة وعلى المتغيرات المكانية لرصيد القمر الصناعي وعلى الإزالات أرض زراعية. فحضرتك احنا كان جاي لنا مستهدف 170 حالة إزالة في الموجات الثلاثة دول، احنا الحمد لله رب العالمين حققنا فيهم لحد النهارده 90 إزالة، وفي حاجات مأهولة وفي جاري دراسات أمنية لبعض الباقي الحاجات الموجودة. الحمد لله لحد دلوقتي من يوم ما جينا ما مضناش قرار إزالة محافظ لحد دلوقتي. أي إزالة بنزلها في المهد على طول، التدخل السريع بسرعة، في موجود ورديات 24 ساعة، لو حصل اي حاجه في اي وقت بنتعامل معاها فورا. طبعا في دعم شرطي الحمد لله، في دعم الزراعه شغاله معانا، جهات الولايه كلها شغاله معانا اللي هي الري والصرف والطرق وكله شغال معانا الحمد لله. مع وجود حضرتك وخبرات كثيرة متعددة، رئاسة مركز ومدينة المطرية، مدينة الكردي، رئاسة مركز ومدينة مدينة النصر، والآن في مركز المنصورة، خبرات متراكمة قديمة، بتنقل الخبرات دي بنيجي هنا علشان برضه نحل مشاكل المواطن، نساعد المواطن، نقدم له خدمات متميزة تحت عنوان حياة كريمة في كافة القطاعات. ازاي نقلت خبراتك السابقة ونجحتها بقوة في شغلك التنفيذي هنا في رئاسة مركز المنصورة؟ والله حضرتك كل مكان له طبيعته وله الدراسة الديموغرافية بتاعته والسكان وطلباته ايه واحتياجاته ايه. يعني الموضوع ايام ما كنا حضرتك في مركز المطرية عملنا هناك لها طبيعة خاصة، ربنا يسر لنا وعملنا مشروع الحزام الآمن لبحيرة المنزلة. زلنا الأرض الوقت اللي خلى الطريق بين بورسعيد والمطرية في 20 دقيقة. حضرتك ده خبرات ولها ثقافات. اتنقلنا تاني لمدينة النصر البلد الجميلة الريفية اللي على الطابع الريفي، ناس بسيطة لها طلبات بسيطة. برضو هنيجي برضو للمنطقة المركزية، اشتغلت في طلخة ومركز طلخة ومركز المنصورة، هنا طبيعة المدنية شوية، طابع ريفي بيقل، كل مكان له ثقافته. بس تعليمات معالي وزير المحافظ. عندك خبرات يا فندم، بس التعليمات واحدة، احنا ارضاء المواطن. شوف حياة المواطن في ايه. يوميا محمد بيه عبد الباقي مكلفني يوميا لازم انزل
في ال5 وحدات اللي معايا. العيش، في وحده صحيه، في مدرسه، في تراكم القمامه، التعامل الفوري مع اي تدخلات في الزراعه، في اي تعديات على الارض الزراعيه. التعامل الفوري معايا مشكله، والحمد لله هو مفوضنا في جميع الاختصاصات، اشتغل ورجع لي. بنشتغل بفريق العمل، لو في اي مشكله بنرجع لسيادته، لو الموضوع اكبر من حضرته من حضرتي بيوصل للسيد وزير المحافظ، بنقدر نحلها، والحمد لله رب العالمين لحد النهارده الامور ماشيه وتمام التمام. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. السلام. ريسنا قال واحنا معاه، احلف يا مصر يمين بالله لا تكوني زي ما بتمنى، زي ما شفتك في الاحلام يا بلادي حته من الجنه. ريسنا قالها بكل حماس، حياه كريمه لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياه كريمه يا مصريين، حياه كريمه الاهاليين، كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر فارقين. حياه كريمه يا مصريين، حياه كريمه الاهاليين، كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر أعزائي المشاهدين، وده كان آخر سؤال أجرينا من خلال حلقتنا النهاردة، وكانت لقاءات خاصة وحصرية ومركز المنصورة وما يقدم للمواطن تحت عنوان حياة كريم. مع تحياتي صلاح عبد السلام، شكرا وإلى اللقاء. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة كان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة، ايد بتعدي وايد بتشيل، وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة ضحكت من القلب، وحمص الشمع الكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش، وقعد وغمس هنا على جنب راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد، في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس الطباع بالظبط، وفي التتعيب قاعد شيخ في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد، وهي دي مصر اللي بجد، في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال، وياخدوا الضرب قبلينا، ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف 100 سنة، وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد.